مستقبل مؤجل في عام 2050. كان عمر شاب عادي لحد ما صادف جهاز صغير في أحد الأسواق الإلكترونية القديمة. شكله بسيط بس الشاشة بتقول حاجة واحدة: ارفع النص وشوف المستقبل. في البداية افتكرها لعبة، لكنه لما كتب أول جملة عن حياته الجهاز عرض له مشهد مصور واضح: هو بيقع من سطح عالي وناس بتصرخ. اتجمد مكانه. قرر يجرب تاني، كتب عن يوم بكرة فشاف نفسه بيتكلم مع شخص غريب وبيقول له: ما كانش المفروض تشوف ده. اليوم اللي بعده حصل نفس اللي شافه بالظبط، نفس الحوار، نفس المشهد. بدأ عمر يستخدم الجهاز بشكل يومي، يشوف المستقبل، يحاول يغيره، لكن كل ما يغير حاجة تانية بتفسد. كانت الأحداث بتبدأ تخرج عن السيطرة، ناس بتختفي، أماكن بتتغير، وذكرياته نفسها بدأت تختلف. وفي يوم كتب سؤال على الجهاز: هل أنا لسه موجود فعلا؟ الجهاز رد بجملة واحدة: أنت مجرد احتمال تم تجاوزه. الجهاز انطفأ وكل شيء حواليه اختلف، كأنه انتقل لعالم تاني. عمر فهم متأخر إن بعض الأبواب لما تفتحها مفيش رجعة. لو عجبتك القصة وعايز تسمع أكتر، اضغط اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. قول لنا رأيك في التعليقات وخلينا نكمل الرحلة سوا.